السلام عليكم. لو نفسك تعملي أكلة بسيطة ومغذية وطعمها يشتهي ليه القلب كده من أول ما تشم الريحة، تعالوا نشوف مع بعض طريقة عمل اللوبيا بالرز واللحمة. أكلة مصرية خطيرة. اللوبيا بالرز من الأكلات البيتي اللي بنحبها كلنا، بسيطة جدا بس طعمها ما بيتنسيش. في الفيديو ده هنعملها مع بعض خطوة وخطوة، وأنا متأكدة إن بعد الفيديو ده هتعتمدي الطريقة دي. يلا نسمي الله، ولايك وشير وسبسكرايب، بس تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا نص كيلو من اللوبيا غسلتها، طبعا نقيتها لو في اي حبه فاسده كده طلعتها على جنب وغسلتها ونقعتها لمده ليله كامله. هتبصي تلاقي الحبه زادت ونفشت، باخدها اسلقها 80% عشان تكمل سواها في الصلصه. بصلايه وفلفل احمر فلفل اخضر 6 فصوص من الثوم، بضربهم وانعمهم، ولو انت حابه فلفل حار مفيش مشكله. حله على النار، معلقه كبيره من السمنه ومعلقتين من الزيت. والخلطه اللي انا ضربتها في الكبه باخد نصها واعين نصها على جنب، هقولك ليه دلوقتي. بعد ما اخدت نص البصل والثوم والفلفل بشوحهم لحد ما ريحتهم تطلع، وبعد كده بننزل بالبهار من كل حاجه معلقه صغيره، كمون وفلفل اسمر وكزبره، وطبعا بتحطي ملح ومكعب مرق اختياري. اقلب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما ريحه البصل والثوم والبهار تطلع. طبعا الريحه كانت زي العسل. جبت كيلو من الطماطم، غسلته وضربته في الخلاط وصفيته، وبحط 3 4 كبشات من الشوربه. ما عندكيش شوربه ممكن تحطي كوبايه ميه، مفيش مشكله. نغطيها ونسيبها تتصلصل براحتها، وتعالوا نعمل بقى شويه رز مفلفلين عسل. معايا معلقتين من السمنه ومعلقتين من الزيت، بحب اعمل الرز بالزيت عشان يطلع مفلفل. ونزلت بلسان عصفور، شوحتها كده لحد ما اخدت لون دهبي، وبعد كده غسلت الرز ونزلت بيه. وهنا بشوح الرز مع لسان العصفور بعد ما اخد لون دهبي. كل ما هتشوحي الرز كل ما يطلع معاكي مفلفل وجميل. نزلت بالميه، الميه لازم تكون مغليه، وطبعا الرز المصري الميه قد الرز. اول ما يبقبق كده وحطيت ملح، حطيت معلقه صغيره خالص من الفلفل الاسمر. اول ما بقبق كده هديت عليه وكده ما شاء الله بعد ما استوى، طبعا الريحه خطيره. كانت الصلصة اتصلصلت، نزلت باللحمة ونزلت باللوبيا. هغطيهم واسيبهم كده ياخدوا يدوا بشكل ودي، وياخدوا من طعم الصلصة واللحمة وكله كده ياخد من طعم بعض. وكده ما شاء الله سبتها حوالي 10 دقايق. تعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة. المعلقة اللي احنا خليناها على جنب من البصل والثوم والفلفل هننزل بيها، تغلي غلوة واحدة بس، وكده تمام بقت جاهزة معانا. التركة دي بتفرق جدا جدا في طعم اللوبيا، بتديها طعم خطير. على فكرة أي خضار أنا بعمله قبل ما أطفي عليه بجيب معلقة توم صغنونة خالص وعليها معلقة فلفل صغيرة وأحطها يغلي غلوة الخضار، وبعد كده أطفي عليه. يفرق جدا جدا في الطعم. ما شاء الله تبارك الله، اللوبيا بعد ما استوت خطيرة يا جماعة. ما اقولكيش بقى على طعمها وحكايتها، الطبق ده في حتة تانية خالص. لحمة مستوية واللوبيا مستوية والرز مستوي، خطير تحفة اللهم بارك، خطيرة. شايفين الجمال والحلاوة؟ أكل بيتي خطيرة. جربي الطريقة دي وأنا واثقة إن هي هتعجبك وهتعتمديها بعد كده.